بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الرؤوف الرحيم وعلى إله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قف لحظة من فضلك، لا تكمل التمرير، لا تخرج قبل أن تكمل هذه الكلمات. ربما هذا المقطع لم يظهر لك عبثا، وربما هذه الكلمات نداء من الله إليك. نعم إليك، أنت يا من ضاقت به السبل وتثاقلت عليه الأقدار واشتد عليه الهم حتى كاد قلبه ينكسر. ربما كما جئت هنا بغير قصد، لكن الله ساقك لهذه البشارة في الوقت الذي أنت فيه بأمس الحاجة لنور لنفحه لبصيص الرجاء. اللهم يا من لا يعجزك شيء، يا من تقول للشيء كن فيكون، يا من لا يغيب عن علمك دمع في عين ولا وجع في صدر ولا أمنيه في قلب. اللهم ارزق من شاهد هذا المقطع ومن قال أمين رزقا واسعا طيبا مباركا يدهشه في توقيته وينسيه ألمه ويجعل قلبه يخر ساجدا من شده الفرح. اللهم يا مقيل العثرات ويا كاشف الكربات يا أكرم الأكرمين، اجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيه، ومن كل عسر يسر. يا من تقرأ هذه الكلمات الآن، أعلم أن الله ما جمعنا هنا إلا لحكمه، وإن هذه الرسالة لم تاتك من فراغ، إنها رساله محبه، رساله بشرى، رساله من السماء تخترق جدار همك لتهمس في أذنك وتقول: لات يا سماء، زال في رحمتي لك بقيه، وما زال للفرج لم يغلق. أيها الأحباب، بينما الناس تمضي في زحام الحياة متعبه القلوب منهكه الأرواح، يغمرنا نبض من رحمه. الله يذكرنا أننا لسنا وحدنا، وأن في السماء رب لا ينسى. فيا من تتالم بصمت، ويا من تبكي دون أن يشعر بك، الله يعلم، الله يرى، الله يراك، فلا تحزن، فإن لك ربا لا يضيع من عاد إليه. واليوم ناتيكم ببشاره، بل هي بشرى من أعظم البشر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. التوبة 128. فهل تعلم ما هي أعظم هدية أهداها لنا هذا النبي الرحيم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوه مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة. متفق عليه. الله أكبر. أتعلم ما معنى أن يحتفظ نبيك بدعوته إلى يوم القيامة؟ معناها أنك في قلبه، في دعائه، في رجائه، في شفاعته. فبماذا نرد هذا الجميل إلا نستحق أن نكثر من الصلاة عليه؟ قال الحبيب المصطفى: من صلى علي صلاه واحدة صلى الله عليه بها 10 وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. صلوا على من لا ينسى أمته في أحلك المواقف، صلوا على من يشفع لنا ونحن المذنبون المقصرون، لكننا نحبه بصدق يا أمه محمد. ابشروا، فمن البشارات العظيمة التي تزيل الهم وتطهر القلب ما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: عرضت علي الأمم ثم رفع لي سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. رواه البخاري ومسلم. ألف من أمتك، من أمه التوحيد، من أمه الشفاع، يدخلون الجنة بلا سؤال، بلا ميزان، بلا حساب. من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. توكل فقد توكل، وثق أن من توكل على الله كفاه. ثم تامل مشهد الشفاعة يوم القيامة، حين يشتد الكرب وتدنى الشمس وتضيق الأنفاس، فينادي الناس: يا محمد اشفع لنا عند ربك. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها. ثم يسجد تحت العرش، فيقال له: يا محمد ارفع راسك وسل تعطفع تشفع. فيا لها من رحمه، ويا لها من شفاعه، ويا له من موقف يحيى القلوب. مشاهدين الكرام، في كل واحد منا ألم دفين وجرح لا يرى وقصه لا تحكى، لكن في كل واحد منا أيضا أمل لا يموت، وروح تتوق للفرج، وقلب ينتظر لمسه من نور. وها هي جاءت بشاره دعوه صلاه استغفار، وكلها مفاتيح للفرج، فأكثر من الصلاة على الحبيب وأكثر من الاستغفار. فقد قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه ابن ماجه. وفي ختام هذا اللقاء المبارك نرفع أيدينا وقلوبنا إلى السماء ونقول: اللهم اجعل هذه الكلمات رحمه لكل من قراها، ولكل من نشرها، ولكل من أمن بها. اللهم يا واسع الرحمة، يا من بيده مفاتيح الخير، اجعل هذا اليوم بداية جديده في حياة من يقرأ هذه الرسالة. اللهم بدل همه فرجا، وضيقه سعه، ودمعه فرحا، وخوف طمانينه. اللهم اجبر كسره وحقق أمانيه، وارزقه من حيث لا يحتسب، وكن له وليا ونصيرا. اللهم اجعلنا من الذين تناديهم الملائكة بالبشرى، وتغمرهم الرحمة من كل جانب، وتسكن قلوبهم السكينة. اللهم لا تحرمنا من شفاعه نبيك، ولا من قربه، ولا من دعائه لنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
الحمد لله رب العالمين. اللهم أنا نسالك وأنت أكرم من سئل وأعظم من رجي وأقرب من دعي أن تنظر إلينا نظرة رحمه لا نشقى بعدها أبدا. اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك، ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعم علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين، وأصلح لنا شاننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اجبر كسرنا واغفر ذنبنا وارحم ضعفنا، وتولى أمرنا ووسع إرزاقنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، وأذل همومنا واكشف غمومنا، وثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنا ضعف فأفقونا وفقراء، فأرزقنا، وخائفون فإمنا، ومهمومون ففرج همنا، ومذنبون فاغفر لنا، وتائهون فهدنا، ومستوحشون فانسنا، ومحرومون فأرزقنا، وأصحاب حاجات فلا تردنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إن كانت ذنوبنا قد حالت بيننا وبين دعائك فرحمتك أوسع، وإن كانت أعمالنا لا تليق بجلالك فكرمك أعظم، وإن كانت نفوسنا قد ضعفت عن السير إليك فارفعنا بفضلك وقربنا إليك، ولا تحرمنا ولا تبعدنا ولا تطردنا من بابك. يا اللهم أنت الكريم، إذا أعطيت أدهشت، وإذا منحت إبجت، وإذا تكرمت غمرت، وإذا وهبت أسعدت، فهب لنا مما عندك ما تقر به أعيننا وتطمئن به قلوبنا، وتغفر به ذنوبنا، وترفع به درجاتنا، وتجبر به خواطرنا، وتذهب به أحزاننا، وتجعلنا به من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أنا نسالك فرجا يدهشنا، ورزقا يغنينا، وبشرى تبهجنا، وعافية تلبسنا، ورحمه تظلنا، ومغفره تشملنا، وهداية تملى قلوبنا، ونورا يسري في أرواحنا، ومحبه تنبت الخير في دروبنا. اللهم اجعل لنا في كل لحظه دعاء، وفي كل دعاء استجابة، وفي كل استجابة قربا إليك، وفي كل قربة زياده إيمان، وفي كل زياده حسن خاتمه، وفي كل خاتمه جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم لا تجعل في قلوبنا حسرة، ولا في صدورنا ضيقا، ولا في حياتنا فقدا، ولا في دروبنا عثرة، ولا في مستقبلنا خوفا، ولا في آخرتنا ندما. اللهم ارزقنا سعاده لا تزول، ورضا لا يتحول، وفرحا لا يخبو، وإمنا لا يتزعزع، وقلبا لا يعرف إلا الطمانينه بك والتوكل عليك. اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك جبته، وإذا استنصرك نصرته، وإذا استعان بك أعنته، وإذا توكل عليك كفيته، وإذا استغفرك غفرت له، وإذا تاب إليك قبلته. أمين 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 يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.